هذني كتاكيت الدجاج الكويتي اللي جبناها من محمية الأخ علي الكركوشي. مثل ما جاي تشوفون الحمد لله ألوانهن كلش روعة وصحتهن تمام، والحقيقة كتاكيت كلش مرتبات. الكتاكيت بعمر يوم بعمر ساعات ما يحتاجن نشارة خشب، لأن إذا خلينا نشارة خشب هنا راح تعيقهن عن الحركة، وراح تعيقهن عن الحركة الطبيعية إلهن. راح شنو يصير؟ راح ينصابن أو تزيد نسبة إصابتهن بالعوق أو الشلل، يعني رجليهن ما يكونن بشكل صحيح. فإحنا شو نسوي ترى هاي الحالة؟ وعلى مود لا تتدمر الخانة أو أي مكان نخليه بيه، نفرش كرتون أو ورق، أي شيء يزل الخروج مالتهن يكون بحيث ما يدمر بالأسفل. وكذلك الكرتون أو الورق هو بطبيعة الحال يمتص الرطوبة، فإحنا شو نسوي؟ ما نخلي نشارة خشب، لكن نخلي الشيء البديل. هذا اللي قد يطول هاي العملية، تطول مدة يوم إلى يومين إلى 3 حسب قوة الكتكوت. بنشوفه وقف على حيله وبعد ما يحتاج عادة نقدر نفخه نخلي نشارة خشب. طبعا الحرارة تكون بين 35 وبين 31. هاي إذا كان بالشتاء، إذا كان بالصيف والحرارة معتدلة فما يحتاج نخلي أي تدفئة ولا أي شيء من هالقبيل. طبعا مثل ما تشوفون هذين الكتاكيت كتاكيت الدجاج الكويتي اللي نشرت عنهن البيض قبل كم يوم. ما شاء الله مثل ما جاي تشوفون إن شاء الله راح ننشر لكم تطوراتهن وكبرهن على التوالي. هنا عمرهن يوم واحد. هذا الكتاكيت شلناهن من الفقاصة خليناهن بالخانة. هسه حاليا عمرهن يوم واحد، يعني عفناها بالفقاصة لمدة 24 ساعة 12 ساعة. شلناهن من الفقاصة خليناهن بالخانة. ايش نعطيهن؟ نعطيهن علف مرحلة أولى، ونعطيهن مي وعسل فقط لا غير لمدة يوم كامل. بعدها نشيل المي وعسل نفصل اللي نازين ونخلي لهن التهاب سرعة. لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليق الحلو، هذا الشيء داعم ويحفزني للمزيد.